تخيل إن ربنا هو اللي سمح بقتل ابنه الوحيد. معلومة ممكن تكون صادمة، لكن هي دي الحقيقة اللي بيبدأ بيها كتابنا النهاردة. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي أهلا بيك في المنيو. هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. النهاردة هنتكلم عن كتاب مهم جدا اسمه 50 سبباً من أجلها جاء المسيح ليموت، للكاتب جون بايبر. السؤال الأساسي اللي بيجاوب عليه الكتاب هو ليه المسيح مات؟ الحقيقة اللي ممكن تكون مفاجأة إن الكتاب بيقول إن الله قتله. ده ما كانش مجرد فعل بشري. المسيح بموته صالحنا مع الله. إحنا كنا أعداء بسبب خطايانا، لكن دمه هو اللي رفع العداوة دي وجاب لنا الغفران الكامل. الكتاب بيقول لأن بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين، يعني صرنا قديسين وكاملين فيه. وموت المسيح حررنا من الخوف من الموت. وده معناه إن المسيح بيوعدنا بالحياة الأبدية لكل اللي بيؤمن بيه، مش مجرد حياة طويلة، لكن فرح لا نهائي بوجود الله نفسه. قيامته بتضمن قيامتنا إحنا كمان. الكتاب ده مليان أسباب تانية كتير تخلينا نفهم عمق محبة المسيح لينا. لو عايز تتعمق أكتر، بنرشح لك تبدأ بقراءة فصول مهمة زي الفصل الأول ليتدرب غضب الله علشان تفهم عدل الله، والفصل التاسع لأجل غفران خطايانا اللي بيوضح تمن خلاصنا، وشوف كمان الفصل 11 ليكمل الطاعة التي تصير برا لنا علشان تعرف إزاي صرنا أبرار، والفصل التاسع عشر ليعطي كل من يؤمن به الحياة الأبدية عن وعد الحياة الأبدية، وأخيراً الفصل 50 ليبين أن الشر الأسوأ قد قصد الله به خيراً، اللي بيورينا خطة الله حتى في أسوأ الظروف. كل فصول الكتاب اللي اتكلمنا عنها وأكتر موجودة في وصف الحلقة. وفي رابط في وصف الحلقة معمول بالAI تقدر تسأله عن محتوى الكتاب ويرد عليك. مثلا ممكن تسأله بصفتي شخص مسيحي، إزاي الكتاب هيفيدني في تعلم المبادئ الكتابية؟ قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن كتاب إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك، ياريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.